صندوق ذكريات ست الكل الست حمدية وبنتها نورت نورة البيت. يا أهلا ومرحبا بكل القلوب العامرة بذكر الله. نورتوني يا ولادي في داري، ورمضان يجمعنا دايما على الحب والستر. كل سنة وانتوا طيبين وبيوتكم مليانة خير وعيالكم في حضنكم مستورين. عارفة ان الايام دي شغلة بال كتير منكم، الاسعار شبت فيها النار والستات شايلة الهم وتقول يا ست حمدية الميزانية هتكفي كيف، ورمضان بطلباته الكتيرة هنعديه لبر الأمان ازاي. عشان كده حلقتنا النهاردة مش بس عن الأكل والشرب، دي حلقة عن أسرار البركة. هعلمكم ازاي بفن التدبير نخلي القليل كتير، وازاي الست الصعيدية الشاطرة تملى بيتها خير من مفيش. هنشوف مع بعض حكاية بنتي نوارة اللي كانت داخلة عليا ومهمومة، وهنقسم مع بعض اللقمة، وهنعرف ازاي ندمس الفول ونعمل الزبادي ونفرز خير ربنا في بيتنا. والأهم من ده كله ازاي نوفر حق الله للغلابة وسط الغلدة عشان ربنا يبارك في اللي باقي. اقعدوا وريحوا بالكم واسمعوا من أمكم حمدية خلاصة السنين في ستر البيوت. يلا بينا نشوف نوارة كانت بتقول ايه. يا أمي يا ست الحبايب، أنا خلاص عقلي هيطير، الأسعار شبت فيها النار، وجوزي عمال يسألني الميزانية هتكفي لآخر رمضان ولا هنقضيها عيش وملح. حسبتها يمين وشمال لقيت الورقة دي مش عايزة تظبط وصل. تعالي يا قلب أمك، تعالي اقعدي جنبي وسيبي الورقة دي. يا بنتي الرزق يحب الخفية والبركة تحب الرضا. انتي شايلة الهم والرزاق موجود. اسمعي من أمك، احنا صعيدية وبنعرفه كيف نغلبه القرش، مش هو اللي يغلبنا. يا أمي الغلا مش سايب حد، الفراخ اللي كنت بجيبها بالقفص بقيت أجيبها بالواحدة، والزيت والسمنة بقوا بالقطارة. اسمعي يا نوارة، الشطارة في التدبير مش في التتير. الفراخ اللي بتقولي عليها دي مش تترمي في الحلة كده وخلاص. هاتي فرخة وقطعيها بركة، يعني 8 قطع يا بنتي. الصدر ده كنز، اقطعي منه بانيه او اعمليه كفتة فراخ. ترمي معاكي حلة محشي كاملة، والوراكي اعمليها في صينية بطاطس تعمر الدار وتشبع العيال. والجلد والدهون ده كنز الستر، يتشال ويتحط في المحشي، يخلي ريحته تجيب آخر الشارع ويوفر عليكي سمنة وزيت. والله فكرة يا أمي، بس السحور يا ست الكل ده الفول والزبادي لوحدهم ميزانية تانية خالص. وهو احنا من متى يا نوارة بنشتروا فول من بره؟ أمك لسه بصحتها يا بنتي. هاتي نص كيلو فول تدميس ونقعيه من بليل، وفي الدماسة حطي معاه شوية عدس أصفر وجزرة مبشورة وفصين توم، وسيبيه على نار هادية زي الشمعة، هيطلع لك زبدة. تفرزيه في أكياس على قد سحورك. الكيس اللي بتجيبيه ب10 جنيه من بره، سبيتك مش هيكلفك 3 جنيه، وانضف وأطعم. والزبادي يا ست الحبايب العيال ما بيشبعوش منه وهو غالي قوي. الزبادي ده حكايته سهلة، لتر لبن بلدي تغليه وتسيبيه يدفى زي دمعة العين، وقلبي فيه علبة زبادي واحدة دي خميرة، وصبيه في كوباياتك وحطيهم في صينية فيها مية دافية، وغطيهم بفوطة تقيلة في فرن مطفي. هتطلعي زبادي بخير وقشطه. الكوباية تملى العين وتشبع العيل، وتوفري نص تمن الجاهز. الله يخليكي ليا يا أم، والله كلامك ريح قلبي. يعني الطوم اللي مال السوق ده كمان نجيبه ونفرزه؟ طبعا يا بنتي، هاتيه وافرميه بملح وزيت وشيليه، يوفر عليكي وقت وجهد وقرش في عز السنة. رمضان يا نوارة
شهر عبادة وطاعة، والست المدبرة هي اللي تخلي بيتها جنة ورزقها مستور بالقليل. قومي يا بنتي استعيني بالله، والبركة هتحل بمجرد ما تسمي. شفتوا يا ولادي، نوارة بنتي كانت شايلة الهم، والهم ده داخل بيوت كتير الأيام دي. بس اسمعوا من أمكم حمدية، رمضان ده شهر فتوح، وربنا بيفتح فيه أبواب الرزق اللي ما تخطرش على بال، بس احنا نفتح قلوبنا للرضا. يا ست الكل، وانتي بتدبري المطبخك افتكري ان البركة في البواقي. لو عملتي محشي وفضل منك شوية خلطة، شيليهم في الفريزر، ويوم تاني هاتي نص كيلو باتنجان، واهو يوم عدى بقرشين صغار. التوم اللي مالي السوق دلوقتي ده اوان ستر البيوت، هاتيه فرزيه عشان لما يغلى في الشتاء تضحكي انتي وتطلعي من خزينك. والطماطم لو رخصت اعصريها وسبكيها وشيليها صلصة جاهزة، هتوفر عليكي غاز ووقت للمصلية والذكر وفلوس وقت الغلا. اسمعوا مني يا ولادي، وكل ست بيت شاطرة بتشيل هم الميزانية. الرزق مش بس باللحمة والبط، الرزق في الشطارة والتدبير. أول حاجة بدائل اللحمة وبركة البقوليات يا ولادي. اللحمة دي ضيف عزيز، بس مش لازم يزورنا كل يوم عشان نغذي عيالنا. ربنا جعل في البقوليات سر عجيب، العدس واللوبيا والفاصوليا دول لحمة الغلابة اللي بترم العظم وبتدفي القلب. وخدوا السر ده من أمكم حمدية. لو عندك حتة لحمة مفرومة صغيرة لا تذكر، ابشري عليها بصلتين وبطاطستين وشوية برغل منقوع وقلبيهم في بعض. هترمي معاكي صينية كفتة توكل عيلة كاملة وتزيد كمان. الشطارة انك تكبري القليل بذكائك. ثانيا، ازاي تغلبي غلاء الغاز والكهرباء. ونيجي للغاز اللي كارتة بيخلص في ثانية. الست الشاطرة هي اللي توفر نارها بعقلها. نقع البقوليات يا بنتي، الفول والفاصوليا واللوبيا انقعيهم من بليل، ده بيخلي سواهم ما ياخدش غلوتين على النار ويفر عليكي نص الغاز. غطاء الحلة، اياكي تطبخي والحلة مكشوفة. البخار هو اللي بيسوي الاكل، والغطاء بيحبس الحرارة ويوفر عليكي وقت ومصاريف. النار السهاري، بلاش النار العالية اللي تحرق الاكل وتخلص الانبوبة او كارت الغاز على الفاضي. النار الهادية هي اللي بتسوي الاكل زي الزبدة وتوفر في جيبك. الفرن والكهرباء، لو نويتي تشغلي فرن اجمعي صوانيتي كلها ودخليها ورا بعض مرة واحدة وهي سخنة عشان ما تستهلكيش طاقة كل شوية من جديد. يا ولادي، الست هي عمود الدار، بشطارتك تخلي القرش يفيد، وبنسك الراضية تخلي عيش وملح أحلى من أفخم الأكلات. البركة بتيجي بالرضا وبذكر اسم الله. ربنا يعمر بيوتكم بالستر. ونيجي بقى للعزومات. يا ولادي، العزومة مش ميدة طولها مترين ونفسنا يتقطع في المطبخ. العزومة ود ومحبة. لو عزمتي أحبابك على صنف واحد معمول بنفس راضية وشوية شوربة وسلطة، والله هيقوموا شبعانين ويدعولك. رمضان يا ولادي شهر عبادة مش شهر كرش. احنا بنصوم عشان نحس بالفقير، مش عشان نستنى المغرب عشان ننتقم من الأكل. وفروا مجهود المطبخ وادوا لنفسكم
ساعة زيادة في صلاة التراويح وقراءة القرآن. ده اللي هيفضل لنا. الأهم من ده كله، يا بخت اللي وفر من ميزانيته لقمتها لله. وانت بتقطعي فراخ يا نوارة، وانت بتدمسي الفول يا ست الكل، شيلي نصيب الغلبان على جنب. لو كل يوم طلعتي طبق واحد بس لجارة محتاجة أو مسكين في الشارع، شوفي البركة اللي هتحل على بيتك. الصدقة دي هي الحارس اللي بيحرس مالك وعيالك. القرش اللي بيطلع لله بيرجعلك 10، وبيرجع في صورة ستر وصحة وتيسير حال. يا ولادي، اجعلوا بيوتكم عامرة بذكر الله قبل ريحة الطبيخ. خلوا رمضان السنة دي مختلف، تدبير في المال وتبذير في الطاعات. علموا ولادكم ان اللقمة البسيطة مع الستر احلى من مية عزمة بقلب مشغول بالدين. ربنا يبارك في بيوتكم ويجعل خزينكم دايما عامر، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وها يا ولادي، شفتوا كيف الحكاية بسيطة؟ التدبير مش بخل، التدبير أصول وستر لبيوتنا. الرزق ده مكتوب، بس احنا اللي بنرسمه بالرضا والحكمة. يا ست الكل، يلي بتسمعيني، ما تخليش الغلا يسرق منك فرحة رمضان. دبري وسري، واعملي الفول والزبادي بيدك، وقسمي لقمة بيتك بالعدل والبركة. واستكلي دايما ان اللقمة اللي بتطلعيها لله هي اللي بتطرح البركة في باقي الحلة، وهي اللي بتسندك في الشدائد. يا رب اجعل رمضان ده شهر جبر للخواطر، ولا تكسر قلب أب ولا أم على عيالهم، واملى بيوتكم دايما بالخير والستر والرضا. لو عجبتكم حكاية النهاردة ونصايح أمكم حمدية، ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتفعلوا الجرس عشان نفضل دايما مع بعض في طريق الخير والحكمة. وقولولي في التعليقات ايه اكتر نصيحة عجبتكم وهتنفذوها في بيتكم. استنوني في الحلقة الجاية ومعايا حكايات تانية كتير، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. ورمضان كريم علينا وعليكم يا ولادي.